خليني أسألك سؤال. لما بتبص لنفسك في المراية دلوقتي، أنت فخور باللي شايفه؟ ولا بتبص لواحد من شهور أو ممكن سنين بيقول هتغير بس لسه ما كملش ولا خطوة؟ 2026 على الأبواب، وخليني أكون صريح معاك بشكل قاسي. معظمكم اللي بيتفرج دلوقتي هيدخل السنة الجاية بنفس الطريقة اللي دخل بيها 2025، نفس الأعذار، نفس المشاكل، نفس النسخة من نفسك اللي انت زهقت منها. بس الموضوع مش لازم يكون كده، عشان المسافة بين اللي انت عليه دلوقتي واللي انت عايز تبقاه مش كبيرة زي ما انت فاكر. مش تحول ضخم محتاج سنين. 7 عادات بس كده، 7 حاجات لو قفلت عليهم دلوقتي، السنة الجاية الوقت ده محدش هيعرفك. فلو انت عايز تتغير فعلا، اديني 10 دقايق من حياتك، 10 دقايق بس. ولو مش قادر تركز 10 دقايق، بليز اقفل الفيديو دلوقتي، مش عايز اضيع وقتك. بالتوفيق في سكرولينج. لسه هنا؟ يعني انت جد. طيب اسمع، عشان اللي هقوله دلوقتي يا هيلهمك تتغير يا هيخليك uncomfortable كفاية عشان تعرف انك لسه مش جاهز. في الحالتين لازم تسمع الكلام ده. العادة الأولى: اصحى قبل ما الدنيا تصحى. العادة دي هي الأساس لكل حاجة تانية. في المثالي أنا بتكلم عن 5 الصبح، بس خليني أكون واقعي. لو 5 الصبح حاسس إنه مستحيل دلوقتي، لو جربته وجسمك مش قادر يستحمله، ابدأ ب6 الصبح. المهم مش الوقت بالظبط، المهم إنك تصحى قبل معظم الناس. وأنا عارف أنت بتفكر في إيه. أنا مش من النوع اللي بيصحى بدري، أنا محتاج نومي، ده متطرف قوي. خليني أقول لك حاجة، كل واحد بيعمل حاجة ليها معنى في حياته صاحي قبلك. الصبح البدري هو الوقت الوحيد اللي بيبقى ملكك فعلا. مفيش distractions، مفيش notifications، محدش محتاج منك حاجة. تركيز صافي من غير قطع. والأهم من كده، ده statement. لما بتصحى بدري انت بتقول لنفسك أنا جاد في الموضوع ده، أنا مش زي الناس العادية. العادة التانية: ما تجريش ورا الحب، اجري ورا أهدافك. العادة دي هتوجع ناس كتير مننا بس لازم تتقال. بطل تجري ورا relationships، بطل تهوس انك تلاقي الشخص المناسب، بطل تضيع وقتك وطاقتك وانتباهك في انك تخلي حد يحبك. الحقيقة لو انت مفلس وتايه وما عندكش حاجة ماشية في حياتك، مفيش مسجات ولا محاولات ولا مانيفستيشن هتجذب لك النوع اللي انت فعلا عايزه. ركز على بناء نفسك، مهاراتك، حسابك البنكي، جسمك، عقلك، مستقبلك. ابقى مركز في مهمتك لدرجة ان الريليشن شيبس تبقى ثانوية. وتعرف ايه اللي بيحصل لما تعمل كده؟ الحب بيلاقيك، مش عشان انت محظوظ، عشان انت بقيت valuable. لو عايز تجذب حد amazing، لازم تبقى حد amazing الأول. دلوقتي ممكن تبقى بتفكر بس أنا عايز companionship، مش عايز أعيش لوحدي. أنا فاهمك، بس تكون لوحدك أحسن من إنك تكون مع الشخص الغلط عشان أنت desperate لأتنشن. ولو أنت بتجري ورا الناس عشان أنت وحيد، هتجذب الناس الغلط على أي حال. فده اللي هتعمله. بدل كده قضي السنة الجاية في إنك تبقى أحسن نسخة من نفسك. اصحى بدري، اشتغل على أهدافك، طور مهاراتك، اكسب فلوس، اتمرن، اتطور، ثقة، اخلق حياة انت فخور بيها. ولما تعمل كده، الشخص الصح هيظهر، مش عشان انت كنت بتدور عليه، عشان هو كان بتدور على حد زيك. العادة الثالثة: مرن جسمك كل يوم، ودي non-negotiable. ومش بتكلم عن إنك تروح الجيم ساعتين أو تبقى بادي بيلدر، بقولك حرك جسمك بنية كل يوم. ضغط، جري، أثقال، يوجا، سباحة، فنون قتالية، مش مهم، اختار حاجة واعملها يومياً. ليه ده مهم جداً؟ جسمك هو العربية اللي شايلاك في الحياة. لو ضعيف، كسلان ومش فت، كل حاجة تانية بتتأثر. طاقتك واطية، ثقتك واطية، وضوحك العقلي واطي. بس لما بتمرن جسمك باستمرار، كل حاجة بتتغير. طاقتك بتزيد، تفكيرك بيبقى أوضح، بتحس أحسن، بتمشي بشكل مختلف. الناس بتلاحظ، وخليني أكون صريح، الناس بتحترم الناس اللي بتهتم بنفسها. لو مش قادر تدير جسمك، هتدير بيزنس إزاي؟ علاقة، فريق، حياتك.
جسمك انعكاس لانضباطك، وفي 2026 الانضباط هو كل حاجة. العادة الرابعة: قضي ساعة كل يوم تتعلم حاجة جديدة. تعرف الشخص اللي انت عليه النهاردة نتيجة مباشرة لكل اللي اتعلمته لحد دلوقتي، والشخص اللي هتبقاه في 2026 معتمد على اللي هتتعلمه من دلوقتي لحد هناك. اختار مهارة هتخليك أكتر قيمة: كوبي رايتنج، مبيعات، تسويق، برمجة، مونتاج، فاينانس، أي حاجة متماشية مع المكان اللي عايز توصل له. وبعدين قضي ساعة كل يوم تتحسن فيها. ليه دي قوية جدا؟ عشان التعلم بيتراكم. ساعة في اليوم مش هتبان كتير، بس على مدار سنة ده 365 ساعة. ده كفاية عشان تتحول من مبتدئ لكومبتنت جدا في أي مهارة تقريبا. فكر في الموضوع ده، في 12 شهر ممكن تبقى خبير في حاجة انت معرفتش عنها حاجة دلوقتي. ممكن تبقى الشخص المرجعي في مجالك. ممكن تطور مهارة تفتح لك أبواب ما كنتش تعرف بوجودها أصلاً. بس معظم الناس ما بتعملش كده. بيقضوا ساعة في اليوم يسكرولوا، يتفرجوا تلفزيون، يعملوا حاجات مش بتحركهم لقدام، وبعدين يستغربوا ليه حياتهم مش بتتغير. الواقع لو مش بتتعلم انت بتتراجع. الدنيا ماشية بسرعة، مهارات جديدة، أدوات جديدة، فرص جديدة. لو مش بتكبر انت بتموت. طيب تتعلم إيه؟ ده نصيحتي. اتعلم حاجة تكسبك فلوس أو توفر لك فلوس. اتعلم حاجة السوق بيقدرها، عشان المعرفة قوية بس لو تقدر تطبقها. العادة الخامسة: صناعة المحتوى. وقبل ما تقول أنا مش بحاول أبقى إنفلونسر، خليني أشرح لك ليه ده مهم. صناعة المحتوى مش بس عن بناء فولورز، ده عن بناء مهارات التواصل والثقة والوجود الرقمي. وفي 2026 دي المهارات اللي بتفرق فعلا. الواقع إن الدنيا رقمية دلوقتي. لو مش موجود أونلاين أنت مش موجود. لو مش قادر توصل أفكارك بوضوح هتتساب ورا. لو مش قادر تشارك أفكارك أنت invisible. بس لما تعمل محتوى، سواء فيديوهات، بوستات، مدونات، أي حاجة، بتطور مهارات معظم الناس ما عندهاش. بتتعلم تتواصل بوضوح، بتتعلم تمسك انتباه الناس، بتتعلم تفكر قدام الكاميرا، بتتعلم تنظم أفكار، بتتعلم تكون confident قدام الناس. وكل المهارات دي بتنقل لكل حاجة تانية: انترفيوهات، بريزنتيشنز، مكالمات مبيعات، نتوركينج، قيادة. وخليني أكون واقعي، الفرص بتيجي للناس اللي فيزيبل. لو بتعمل محتوى الناس بتشوفك، بيعرفوا انت عامل ايه وبيعرفوا تقدر تعمل ايه. ولما الفرص تيجي بيفتكروك. مش لازم تعمل فايرال، مش لازم يكون عندك 1,000,000 متابع، بس لازم تظهر باستمرار. دي واحدة من أكتر العادات underrated في الليستة دي، عشان الناس اللي هتتقن التواصل والوجود الرقمي في السنين الجاية دول اللي هيسيطروا. العادة السادسة: مشاوير هادية لوحدك. دي هتبان بسيطة، بس دي واحدة من أقوى العادات اللي تقدر تبنيها. امشي مشاوير هادية لوحدك، مفيش موسيقى، مفيش بودكاست، مفيش distractions، انت وأفكارك بس. بتكلم عن مشاوير ليلية، مشاوير الصبح البدري، أي وقت يناسبك، بس المفتاح صمت كامل. تعرف دماغك اوفر ستيميوليتد باستمرار؟ طول اليوم انت بتستهلك محتوى، ضوضاء، معلومات، آراء. دماغك مش بياخد بريك أبداً، وعشان كده انت مش بتفكر فعلاً، انت بتتفاعل، بتستهلك، بس مش بتخلق، مش بتعالج، مش بتحل مشاكل. المشاوير الهادية بتصلح ده. لما تمشي في صمت دماغك بيبدأ يصفى، أفكار كانت مدفونة بتطلع للسطح، أفكار ما كنتش تعرف عندك بتبدأ تظهر، زي ما تكون عامل ريسات لدماغك. وبصراحة دي واحدة من عاداتي المفضلة. في حاجة في تحريك جسمك وعقلك حر بتنجح. العادة السابعة والأخيرة واحدة هتغير حياتك أكتر من أي حاجة تانية: مارس الخطابة العامة كل يوم، حتى لو قدام المراية، حتى لو محدش بيتفرج. مارس الكلام. الناس اللي بتتكلم كويس بتطلع أسرع من الناس اللي لأ. مش مهم انت ذكي قد ايه، مش مهم انت موهوب قد ايه، لو مش قادر توصل أفكارك بوضوح وثقة هتفضل محدود. بس لو تقدر تتكلم كويس، الأبواب بتتفتح، الفرص بتيجي، الناس بتسمع، الناس بتتبع، الناس بتدفع. فكر في أنجح الناس اللي تعرفهم. أنا مضمن لك إنهم يقدروا يتكلموا، يقدروا يقدموا، يقدروا يسيطروا على قاعة،
يقدروا يعبروا عن أفكارهم بطريقة تخلي الناس عايزة تسمع. ده مش صدفة، دي مهارة، ومهارة تقدر تبنيها. كلم نفسك في المراية، اختار موضوع واتكلم عليه لمدة 2 ل 3 من غير ما تقف. مفيش كوزز، بس اتكلم. سجل نفسك واتفرج. أيوة هيبقى موجع، بس لازم تشوف انت بتعمل ايه غلط. صلح حاجة واحدة في المرة. ابدأ تتكلم في مواقف حقيقية، اجتماعات، محادثات جماعية، مواقف اجتماعية. كل ما تعمل أكتر كل ما يبقى أسهل. ليه ده مهم؟ عشان التواصل هو مهارة الليفرج المطلقة. لو تقدر تتكلم كويس، تقدر تقود، تقدر تبيع، تقدر تعلم، تقدر تلهم، تقدر تأثر. بص، لازم أكون صادق معاك. ال7 عادات دول مش سهلين، محتاجين ديسيبلين. معظم الناس مش هيعملوهم، هيتفرجوا على الفيديو ده يحسوا بإلهام لساعة وبعدين يرجعوا لنفس الأنماط القديمة. هيدخلوا 2026 بنفس الطريقة اللي دخلوا بيها 2025، بأمل بس مفيش أكشن. فده اللي محتاجك تعمله. اختار 3 عادات من الليستة دي، مش ال7 كلهم. ابدأ ب3 والتزم إنك تعملهم كل يوم لمدة 30 يوم الجايين. قول لي في الكومنتات أنهي 3 عادات أنت ملتزم بيهم. اكتبهم، خليهم ريل، وبعدين ابدأ. ما تستناش 1 يناير، ابدأ بكرة. السنة الجاية يا هتبقى نفس الشخص يا هتبقى النسخة اللي طالما حلمت بيها. الاختيار بتاعك، وقتك بدأ دلوقتي.